سلام، أنا جاية النهاردة أغير وجهة نظركم عن الكبدة المشوية، وهنعملوها النهاردة مع بعض بأبسط وبأسرع وبأسهل طريقة، وطعمها خرافي بجد. عمركم ما هتاكلوا كبدة مشوية بالجمال ولا بالحلاوة ولا بالطعامة دي. وأهم حاجة نكون مجهزين الكبدة عندنا ونقعينها في نص كوباية من الحليب من قبلها بيوم. وبعد كده هنجهز الجريل بتاعتنا، هننزل فيها ميكس بين السمنة والزيت، وبعد كده هنصفي الكبدة بتاعتنا من الحليب وننزلها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده لغاية ما تستوى خالص 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 ومن غير اي بهارات ولا توابل. وبعد كده هنقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهنحط شوية سمنة والتحديقة بتاعة الكبدة الاسكندراني. كنا عملناها مع بعض قبل كده، لكن برضو انا هكتب لكم كل المقادير في الكابشن. اقسم بالله يا جماعة الريحة قلب الدنيا والطعم مش طبيعي، لازم تجربوها على طريقتي. لازم لازم لازم. وانا بحب كمان اعمل جنبها بطاطس محمرة وكمان شوية طحينة. لازم تجربوها يا جماعة، وبجد هتدعولي عليها. خرافية وخفيفة وسهلة واستوت في دقايق. وما تنسوش الفولو واللايك سبسكرايب، وكمان تعملوا سيف للفيديو عشان لما تحبوا ترجعوا له في اي وقت. واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.